تخيل ان في جيش كامل خسر حرب، مش بسبب السلاح ولا العدد، لكن بسبب القطط. ايوه، وفي قصة تاريخية مشهورة جدا بتقول ان ده حصل فعلا في سنة 525 قبل الميلاد. كانت في معركة ضخمة بين الفرس والمصريين القدماء. وفي بعض الروايات التاريخية الملك الفارسي كان عارف ان المصريين بيقدسوا القطط جدا، لدرجة ان اذى القطة عندهم كان شيء خطير جدا. وهنا بتقول القصة المشهورة ان الفرس استخدموا الفكرة دي ضدهم ورسموا قطط على الدروع. وبعض الروايات بتقول ان هما حتى حطوا القطط قدام الجيش عشان الجنود المصريين يترددوا في الهجوم. تخيل المشهد، جنود مستعدين للحرب لكن قدامهم حيوان مقدس بالنسبة لهم. وفي الروايات دي التردد فعلا بدأ ينتشر وسط الجيش المصري، والفرس استغلوا اللحظة وقدروا يكسبوا المعركة. طبعا مفيش دليل مؤكد 100% على كل تفاصيل القصة، لكنها فضلت واحدة من أغرب الحكايات التاريخية اللي الناس بتحكيها لحد النهاردة، وتثبت إن أحيانا الحرب النفسية ممكن تبقى أخطر من السيوف نفسها. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للصفحة، وباي باي.